اهلا بكم مره ثانيه في برنامجكم الجديد برنامج البرنامج. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا اسمي دكتور باسم يوسف، المذيع الالدغ الوحيد في العالم العربي. والله. بمناسبه العالم العربي اللي بيحصل دلوقتي في المنطقه بيفكرني بحاجات في علم النفس. ازاي الواحد بيتعامل مع الحزن؟ انت بتتعامل مع الحزن من خلال 5 مراحل: الانكار، الغضب، المساومه، الاكتئاب، التقبل. مثلا الانكار ده مش بيحصل لي. الغضب ازاي ده بيحصل لي. المساومه ازاي استفيد من اللي بيحصل لي. الاكتئاب فعلا ده بيحصل لي. والتقبل خلاص هنعمل ايه، اللي حصل حصل. ونفس المبدأ ممكن يتطبق على الثورات العربية. المرحلة الأولى الإنكار، من أنتم؟ المرحلة الثانية الغضب، المرحلة الثالثة المساومة. لا تمديد ولا توريث ولا تفصيل العداد. المرحلة الرابعة الاكتئاب. ويحز في نفسي ما ألاقيه اليوم من بعض بني وطني. ويحز في نفسي أنا كمان الحقيقة. المرحلة الخامسة التقبل. أنا فهمتكم، فهمت الجميع. الوضع يفرض تغيير عميق. احنا كنا محظوظين اننا في مصر عدينا ال5 مراحل دول في 18 يوم، لكن في ناس غيرنا لسه في مرحلة الإنكار. اللي بيحصل في سوريا دلوقتي من خروج مئات الآلاف ما حصلش بين يوم وليلة. الحلقة دي هي الجزء الأول من إنجازات الإعلام السوري. المسلسلات السوري ما اتحسنتش من فراغ، لأن اللي يبقى عنده الإعلام ده لازم الدراما عنده تبقى عالية قوي. الموضوع ابتدى من كام شهر. خرجت مجموعات في مدن سورية أغلبها يطالب بالحرية، ومنها ما يطالب بإنهاء الفساد أو بإلغاء قانون الطوارئ. كانت عدة مناطق في البلاد قد شهدت على مدى الأسابيع الماضية مظاهرات تندد بالنظام السوري وتدعو إلى الديمقراطية. انطلقت حشود من المتظاهرين ترفع شعارات تطالب بالحرية وتدعو لأول مرة إلى إسقاط النظام. كرة ثلج الاحتجاجات الشعبية في سوريا تكبر جمعة بعد أخرى. طبعا بالنسبة للإعلام السوري المتظاهرين والثوار والمطالبين بالحرية بياخدوا أسامي تانية خالص. لن تثنينا المؤامرة ولا أبواق المزاودة ولا العوائق ولا العقبات المفتعلة. وهنا بدأ المخربون بتجييش الناس وحثهم للخروج عن سلطة القانون. وبدأت بتنفيذ عملية اقتحام إلكتروني تم من خلالها قيادة الإرهابيين بواسطة مختصين في الجيش الشعبي السوري. عندي تنبيه بس للمشاهد السوري والمشاهدين العرب، يعني لهي المؤامرة اللي فعلا عم يتشارك فيها عرب، وللأسف عرب مثلنا، لضرب وحدة سوريا واستقرار سوريا. هو بصراحة ما فيش شيء جديد. عناصر مندسة، مخربين، خونة، هو ده نوع الإنقاذ اللي كنا متعودين عليه. لكن في إنقاذ زي مثلا دول مندسين أو خونة، وفي إنكار على مستوى عالمي. دول مش هنا أساسا. لا ندري من أين جاءت هذه الصور. البعض يقول أنها ربما تكون قد حدثت في أماكن أخرى خارج سوريا. اللي بيحصل ده مش موجود في سوريا أساسا. كل دي تهيؤات. وعلى فكرة سوريا مش موجودة أصلا. لكن بالنسبة للوسائل اللي تعودنا عليها من الإعلام واللي اتهرست في 50 فيلم قبل كده، كانت الخدعة إن هم يستخدموها تاني برضو، عشان ما حدش يتوقع إنهم هيستخدموها، لأن دون عن الأصابع الخارجية كلها كان دايما في صوبع معين هو اللي بيحرك كل الثورات العربية. ثمن كلمة لا ناهية التي ترفعها سوريا كرتا أحمر بوجه كل باحث عن مرتع له في المنطقة، تدفعه بمشاريع ومشاريع تتجمع في نفق واحد، وهو ضرب سوريا. المراحل السابقة من كيفية عمل الموساد في تجنيد عصي ارتكاز له في الداخل تختصر معنى كلمة مندس التي طالما تم ربطها في الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا. زي ما أنا قلت بالظبط، ما احنا شفنا الفيلم ده قبل كده. أكيد الموساد، عشان ما فيش ثورة ممكن تخرج من العالم العربي غير لما تاخد موافقة وتكون مختومة من الموساد. بس يا ترى الوثائق دي مصدرها ايه؟ استطاع تلفزيون الدنيا الحصول على وحدة تخزين خارجية لأجهزة الكمبيوتر تعرف بين الناس بالفلاشة. الفلاشة؟ بالفلاشة. استنى، هتلاقوا فيها مستندات تثبت انه كان بيشتغل مع الموساد، وهتلاقوا فيها وثائق
مكتوبة بالعبري صح؟ وهي تخص أحد من تم إلقاء القبض عليهم لقيامهم بالتخطيط لدب الفوضى في سوريا وبثها، وفيها وثائق سرية ومقاطع كان يهم بإرسالها إلى بعض القنوات الفضائية. وعلشان نتأكد من مصداقية هذه المستندات معانا اتصال هاتفي من أحد القيادات بالموساد الإسرائيلي. ألو، مساء الخير. مساء الخير يا دكتور باسم. أحد القيادات، ممكن بس توطي التلفزيون شوية يعني؟ حضرتك مفيش تلفزيون أساسا. حضرتك ما عندكش تلفزيون؟ طيب ممكن تشرح لنا الموقف عندكم؟ احنا منهارين يا دكتور باسم، احنا منهارين. حضرتك شفت معانا المستندات، ايه مدى صحة الختم اللي موجود على الوثائق السرية اللي موجودة في كل حتة؟ وهل هو ختم الموساد؟ والله يا باسم انا هقول لك على معلومة، ممكن اروح الشغل بكرة الصبح الاقي نفسي مفصول بسببها. معلش، تلاقي نفسك ايه يا فندم؟ ما سمعتش؟ مفصول بسببها. تلاقي نفسك مفصول بسببها؟ اتفضل اتفضل. للاسف يا باسم احنا اكتشفنا ان ختم الموساد الرسمي اتسرق من درج المكتب. ده ممكن يفسر الوثائق الكتيرة اللي بتطلع كل شوية. يعني ختم الموساد مسروق. طب ايه رأي حضرتك في الجواسيس اللي بيتثبت عليهم كل شوية بسهولة في سوريا؟ يا دكتور باسم خليهم يتسلوا. خليهم يتسلوا. شكرا للإيضاح. هو طبعا مش أي مشكلة نلبسها في أصابع خارجية، ممكن يكون خلاف بسيط حوالين العدد. يعني مثلا اللي خرجوا يتظاهروا كانوا آلاف أو عشرات أو ما كانش فيه مظاهرة أساسا. فوجدنا أن هناك مجموعة من المصلين خرجوا من جامع الحسن وهتفوا الله أكبر وهتفوا لسوريا والحرية، وكان عددهم بالعشرات. بس هم شكلهم فعلا أكتر شوية من العشرات. ولكن الجزيرة استمرت باعتماد خبرها بأن هذه المظاهرة حاشدة، بما يوحي أن هناك جموع وجموع وجموع تحتشد في الميدان. هم فعلا شكلهم عشرات، جموع وجموع وجموع من العشرات الحاشدة. بس بلاش نتكلم في العدد وكام واحد اتظاهروا، خلينا نعرف ايه سبب خروج الناس في مظاهرات اساسا. واثناء ذلك هطلت في الحي امطار غزيرة فتفرقت المظاهرة، وكعادة أهل الشام عند هطول الأمطار يحمدون الله الذي يبعث بالخير من السماء. طبعا دي عادة معروفة عند أهل الشام، على أساس إن الشام دي كلها صحراء، ما بيصدقوا شوية مطر ينزلوا. احنا طول عمرنا بنسمع في نشرات الأخبار طبعا إن كل ما الدنيا بتمطر بينزلوا مظاهرات. بس برضو أنا مش فاهم إيه المشكلة. ويبدو أن المهنية التي يريدها عباقرة الصحافة المحرضة اليوم تفرض علينا أن ننكر هطول المطر وأن نستمر بالقول مع الجزيرة إن المظاهرة حاشدة. هي حاشدة دي بتزعل ناس كتير كده ليه؟ فعلا بعض الصحفيين يجب أن نحوطهم بآيات الله كي لا تصيبهم العين. متوحشة. لكن أهم من كلمة حاشدة الأطراف المشتركة اللي بترتكز عليها الثورات العربية، عشان زي ما احنا عارفين مفيش شعب بيثور من نفسه. شخصيات معارضة سورية داخل سوريا وخارجها من الشخصيات التي تطالب بإسقاط النظام، شخصيات ودول عربية تعمل على تقديم الغطاء العربي للمعارضة، رجال دين من مختلف الطوائف، الأكراد، الإخوان المسلمون، موساد، رجال دين، معارضة. فاضل عنصر مهم جدا لسه ما سمعناهوش، تنظيمات سلفية متطرفة أخرى. سلفيين كده كملت؟ لا لا لا، ما كملتش، لسه فاضل جهة واحدة ناقصة لسه ما حدش جاب سيرتها. ايوه كده كده المؤامرة تكمل. سلفيين، اخوان، موساد، حزب الله، كده تبقى ثورة بجد. توجيه الشكر للسويرية الأسد، للسويرية حافظ الأسد، للسويرية بشار الأسد. انت جيت عند بشار وقفت ليه كده يا شيخ حسن؟ مش كويس كده. واضح ان الشعب السوري اتباع من الكل، واضح ان الاعلام السوري لسه في مرحلة الانكار،
وواضح ان الشعب السوري لا يملك حاليا الا الغضب. وبالرغم من محاولات النظام السوري للمساومه، مش معنى كده اننا نكتفي بالاكتئاب، عشان ده للاسف هيوصلنا في الاخر لتقبل المجازر اللي بتحصل هناك كل يوم. هؤلاء قتلهم فرض وواجب، وقتالهم هو أولى من قتال العدو الإسلامي. أين أنتم أيها الضمير الإنساني؟ أين أنت أيها الجامعة العربية؟ أين أنت يا منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين أنتم يا مسلمون؟ جماعة النظام فقدت عقلها، لم يعد لها أي مفهوم للسياسة وللعقل وللتعامل مع الناس. ما يقومون به يعني يتجاوز كل معايير الإنسانية والعقل والسياسة. اشتغلنا على الفطر وهجرنا طلقنا بيوتنا حتى رجعنا اخواننا ولادنا صغار. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القرار. الثورة انطلقت، رأيت الثراء فماذا تنتظر؟ أنت المارد فانتصر. هذه فرصة ذهبية كي تستعيد سوريا حريتها. هذه فرصتنا كي نستعيد مجدنا. الحريق على الدم بالدم. يا عمي الله يسامحك يا اخي يا ابني. اقسم بالله العظيم انا عارف ان احنا مشغولين في حالنا اليومين دول، بس يا ريت ده ما يخليناش ننشغل على اللي بيحصل في سوريا. في هناك ناس بتموت كل يوم، واحنا عن نفسنا البرنامج دي مش هتبقى اخر حلقه عن سوريا. احنا النهارده جبنا الحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده، لكن احنا هنستمر ونجيب الحاجات اللي لسه بتحصل في سوريا لغايه دلوقتي، لغايه ان شاء الله لما سوريا تتحرر واخواتنا في سوريا يبقوا احرار زينا.